السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم يا جماعة النهاردة نعمل مع بعض شوية طعمية مقرمشة جميلة، طعمية الحمص اللي عمرها ابدا ما بتظبط معانا في البيت. النهاردة هنعمل طعمية بالحمص مظبوطة جدا، واخدة شكل الدوناتس الجميل الشكل بتاعها، ومن غير الأداة بتاعة تشكيل الطعمية. تفتكروا هينفع ولا مش هينفع؟ طيب ما تيجوا نشوف، يلا بينا. بسم الله. اول حاجه هتكون معانا واول خطوه هنعملها، هنجيب كوبايتين حمص الشام اللي هو ما يعادل نص كيلو، اللي هو الكيس يعني. بغسله كويس قوي وبنقعه من بالليل، وده مهم جدا ان هو يتنقع من بالليل. بعد كده الصبح بقى اللي هو زي دلوقتي كده يعني، بغسله من ميه النقع واحط عليه شويه ميه نظيفه حوالي نص ساعه. وبعد كده تعالوا نشوف هنعمل ايه. صفينا الحمص وهننزله كده في طبق واسع كبير. شايفين طري ازاي؟ علشان يتنقع طول الليل زي ما انتم شايفين كده. وبعدين النص كيلو هياخد بصلايه كبيره متقطعه كده بالشكل ده، وهياخد كمان حوالي 4 أو 5 فصوص توم. وايه يا ستي كمان؟ ربطه بقدونس بالشكل ده، وكمان يا ستي ربطه كزبره برضو على النص كيلو. ونقلب كله في بعضه. يبقى نص كيلو الحمص اللي اتنقع من بالليل، خد بصلايه كبيره متقطعه بالشكل ده، وخد كمان 4 أو 5 فصوص توم، وخد ربطه بقدونس وربطه كزبره، والريحه طالعه عبقريه. شايفين المنظر؟ يلا نشوف هنعمل ايه. بعد ما خلطنا المقادير بتاعتنا كلها في بعضها، نجيب بقى الكبه بتاعتنا الحلوه. وانا النهارده استعملت كبه بيور من شركه تونال، زي ما شفتوا على الفيسبوك لما سميتها الكبه الشقيه ام الثلاث اسلحه الذكيه. الكبه دي يا جماعه من ساعه ما جبتها فعلا هي ايدي اليمين في المطبخ، وهتبقى ايدك اليمين انت كمان. الثلاث اسلحه الذكيه بتوعها اللي هيغنوكي عن كذا جهاز. اول حاجه ده هيغنيكي على ان انت يكون عندك مضرب كهرباء، ده هيضرب الكريم شانتيه، هيضرب البيض، وكمان هيعمل لك احلى كيكه زي ما عملنا الكيكه فيها قبل كده مع بعض. ده اول سلاح. تاني سلاح العسل، ده اللي الشفرات بتاعته بلاستيك فبيبقى حنين قوي وهو بيقشر لك الثوم وبيقشر البصل. تالت سلاح العبقري بتاعنا، 3 شفرات استانلس ستيل النقي ب6 شفرات زي ما انتم شايفين كده. 3 سكاكين ب6 شفرات. ده بقى خلاط وكبه في قلب بعض، فرمنا فيه اللحمه وعملنا فيه كذا حاجه، وده النهارده اللي ان شاء الله هنعمل بيه الطعميه بتاعتنا. يلا بينا. ودلوقتي بقى هنستعمل الكبه بتاعتنا. بسم الله. هنحط السلاح الستانلس بالشكل ده، وبعدين هناخد من الخلطه بتاعتنا اللي عملناها مع بعض اهي، شايفين ازاي، وهنحطها في الكبه. هسيب لكم اللينك بتاع صفحه تونال، تقدروا تدخلوا تطلبوا الكبه الجميله دي منها، وما تنسوش تدعوا لي ان شاء الله. كده يا جماعه بنفرم شويه بشويه، وبخلي جنبي كوبايه ميه. نص كيلو الحمص ممكن ياخد يا دوبك هي كوبايه ميه. كل شويه بفرمهم اروح مزوده عليهم حوالي ايه، ربع كوبايه كده بس كده، وارجع افرم تاني. يلا بينا. بسم الله. ودلوقتي بقى يا جماعه بعد ما فرمنا الطعميه كلها في كبه بيور، زي ما قلت لكم كبه بيور من شركه تونال. بصوا عملت الطعميه ازاي، ولسه امبارح فرمه فيها الملوخيه ولا كانك عاملاها في المخرطه. هتعجبك جدا جدا زي ما بقول لكم، بجد هتبقى دراعكم اليمين في المطبخ في كل حاجه، وهتغنيكي كمان عن اجهزه كتير جدا. هسيب لكم لينك الصفحه اللي تقدروا تطلبوه منها تحت الفيديو في صندوق الوصف، وكمان في الكومنتات. كبه بيور. بصوا بقى، اكبر دوره 2 لتر، وما شاء الله ما شاء الله الماتيريال المصنوع منها ما بتتكسرش. شوفوا عملت لي عجينه الطعميه ازاي اهي، ريحتها حكايه ما شاء الله. تعالوا بقى دلوقتي نشوف هنكمل المقادير بتاعتنا ازاي. هحط معلقه كبيره ملح، ومعلقه كبيره كمون بالشكل ده، ومعلقه كبيره كزبره، معلقه كبيره بابريكا بتديها لون حلو قوي، معلقه كبيره كربونات الصوديوم، كربوناته بتاعت الطعميه. يلا ندخل بقى على سر الصنعه
اللي مش هتلاقيه عند اي حد، معلقتين كبار سمسم ني بالشكل ده اهو. ايه تاني؟ معلقتين كبار طحينة في العجينة نفسها، تدي طعم حلو جدا جدا، وبتدي تماسك للعجينة، وبتدي نعومية في منتهى الجمال. ده سر من أسرار عجينة الطعمية الناجحة. ودلوقتي بقى نعجن كل المقادير دي في بعضها، ما ينفعش بقى أقلب لا بمعلقة ولا سباتيلا ولا الكلام ده كله. تتعجن عجنة حلوة قوي، ودرجة حرارة كف ايدك تسخنها كده تخليها تتماسك في بعضها. وبعد كده نحطها في التلاجة حوالي نص ساعة، نغطيها ونسيبها في التلاجة، نخلي الحمص يشرب أي سوائل زيادة موجودة في العجينة وتنشف معانا قبل القلي. دلوقتي بقى يا جماعة زي ما انتم شايفين كده العجينة قعدت نص ساعة تستريح في التلاجة ومغطية وشها كده بالشكل ده. دي أول حاجة معايا. التحضيرات بتاعتي ايه بقى؟ محضرة مصفى وتحتيها بولة اهي وكبشة الزيت معايا، يعني بنطلع الطعمية في المصفى. ومحضرة كمان نفس السمسم اللي حطيناه في العجينه، محضراه اهو، ده سمسم ني ابيض على شويه كزبره، وكمان شويه ميه علشان الطعميه ما تلزقش في ايدينا. والزيت على النار بيسخن، ويلا بينا. هنعمل ايه بقى؟ ادي كده الغطا يا دوبك النص بس كده ماشي، وهسيب ده كده ايه مكشوف، بس ده لازم يفضل متغطي. واحط ايديا الاتنين في الميه بالشكل ده كده. لو عندك بقى معلقه ايس كريم ماشي خير وبركه، ما عندكيش هتبقى المعلقه العاديه بتاعه الرز. معلقه الايس كريم هنعمل بيها ايه؟ هنبلها في الميه كده، وهاخد باينه معاكم، هناخد كده بصوا ملوها عشان بس الاقراص كلها تبقى قد بعضها، ده الهدف الوحيد من معلقه الايس كريم. وهبططها كده قرص اهي، وسويها كده من الجناب. العجينه طريه جدا وهتتسوى معاكي بمنتهى السهوله. بصوا ازاي بالشكل ده، يا صلاه النبي. بعد كده هنجيب الخلطه اللي اتفقنا عليها اللي هي سمسم على كزبره، كزبره ناشفه، واعملها كده. طب انا لغايه دلوقتي ما شكلتش، هحولها بقى لشكل الدوناتس والطعميه السوري ازاي؟ بصباعك كده وسعي اهي، ادي شكل الطعميه يا جماعه. يلا بينا على الزيت، بسم الله. ونعمل تاني. وبكده بقى يا جماعة عملنا مع بعض أحلى شوية طعمية مقرمشة وسخنة وجميلة. دي دوناتس يا اخواتي مش طعمية. العجينة اللي عملناها نص كيلو الحمص، عملوا شوية المقلين طبق كبير ما شاء الله، وكمان نص الطعمية عملتها كده بالشكل ده في كيس. بصوا ازاي اهو، ويتشال في الفريزر، تطلعيه يفك، وعلى طول يوم الجمعة بقى تروحي قاليه الطعمية بتاعتك وعلى احلى فطار. وما تنسوش دعوة حلوة ان شاء الله، ولكم بالمثل. ما تنسوش اشتراك في القناة، تفعلوا الجرس، وتدخلوا على صفحة تونال عشان تطلبوا كبة بيور اللي زي ما قلت لكم هتبقى ايدك اليمين في المطبخ بإذن الله. سلام عليكم.